سيداتي نساتي سادتي، تحية طيبة أينما كنتم. طقس مثالي هنا في ملعب المباراة، وأجواء تبشر بلقاء كبير. من كابينة التعليق محدثكم فارس عوض يحييكم مشاهدينا. نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة وكبيرة مليئة بالمتعة والإثارة. فريق برشلونة يواجه البي اس جي، أجواء كروية صاخبة، مباراة قوية، متعة مضمونة. هكذا هي العادة في مباريات كرة القدم. ديابي وصلت إلى موكوكو، كرة بحوزة البي اس جي الآن. ديابي، فريد، كرة بترجع لحارس المرمى كيفن دي بروين. فيدريكو كيزا، بينية خطيرة. جريليتش وصلت لجي جي اوكوتشا، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يفتتحون النتيجة، يشعلون الأجواء. 1-0. يا رباه على البداية. نتابع إعادة الهدف ونشوف القوة الكبيرة في التسديد، قوة لكن كان فيها دقة، فيها توجيه أيضا تجاه المرمى. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. دي ماركو، فريد، موكوكو، بتروح لإيوكوتشا، جوردي ألبا، كرة تصل إلى جريليتش، وصلت إلى يوسف موكوكو. موكوكو يجب أن يسجل الآن. الكرة في المرمى، هدف يوسع الفارق إلى هدفين. نلقي نظرة مرة أخرى على هذا الهدف الجميل. شوف التحرك، شوف، انظر على هذه الكرة واللقطة. حارس المرمى ما كان عنده خيار ولا أي فرصة في التصدي. كيفن دي بروين، تدخل بكل قوة، والآن مع جريليتش. وصلت لجي جي اوكوتشا، وينجح في اعتراضه للكرة. شوط أول ينتهي ونتجه الآن لاستراحة ما بين الشوطين. ضربة بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء مشاهدينا. البي اس جي عانى كثيرا في الشوط الأول ويحتاج إلى تغيير الكثير في الشوط الثاني. موكوكو، عدت الكرة، مرت بجوار القائم. يا سلام على التسديدة، يا لعيب. كرة كانت خطيرة، كان ممكن تصيب المرمى، حبست الأنفاس. اعتقدنا بأنها هدف في اللقطة فرصة تقليص الفارق الآن. لم يعد التعادل بعيدا الآن. هدف واحد فقط يفصلهم عن التعادل في هذا اللقاء. مع متابعة جديدة للهدف في الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الروعة، شوف المهارة، مجهود فردي متكامل وهدف استثنائي. البارسا يقرر الاستعانة بدكة البدلاء. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. ديباي، كرة تصل إلى جريليتش، بيقراها صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. تسلل واضح، تحرك قبل لعب الكرة، وبالتالي انتهت الخطورة.
روبن دياز، دي بروين، فيدريكو كيزا. الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة. يتكرر الخطأ وتأتي الصافرة الآن بعد الأفضلية في المرة الأولى. موكوكو لاعب بيقطع الكرة وبيبعد الخطورة. الفريق ينجح في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. 9 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. كرة التعادل لم تنتهي بعد، خادعت الجميع، ظهروا في اللحظات الأخيرة، استقرت في المرمى. يا رب على هذا الجنون. درس كبير في كرة القدم، عودة في النتيجة في الوقت اللي اعتقد فيه الجميع أن المباراة انتهت. الآن سنشاهد كيف ستنتهي هذه المباراة العجيبة. مباراة ندية مثيرة لم تبح بكل أسرارها بعد. شوف الجمهور ماذا يريد من فريق. خطيرة مع كامافينجا، مستحيل يسجلون هدف التقدم في وقت قاتل، لا مجال للتعويض، انتهى كل شيء، هذا هو هدف الفوز. نشوف هدف التقدم القاتل مرة أخرى، نشوف روعة الفينش، نشوف النهاية الجميلة، نشوف الهدوء أمام المرمى، نشوف برودة الدم في ذبح المنافس. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد الآن تنطلق صافرة النهاية ووصلنا فيها لختام المباراة. فوز هنا لمصلحة برشلونة. فارق الهدف صنع الفارق اليوم في مباراة صعبة وكان فيها ندية كبيرة فوق أرضية الملعب. لم يستحق أي فريق الخسارة اليوم.